النوم واحد من أعجب الأسرار في حياة الإنسان. إحنا بنقضي تقريبا تلت عمرنا نايمين، ومع ذلك لسه العلم لحد النهاردة مش فاهم كل حاجة عن النوم. بس في سؤال بسيط جدا بيجي في دماغ أي حد: ليه وإحنا نايمين بنغمض عينينا؟ ممكن السؤال يبان تافه أو بديهي، لكن الحقيقة وراه تفاصيل عجيبة ومثيرة مرتبطة بالبيولوجيا والأمان وتاريخ الإنسان. تعال نمشي واحدة واحدة وبهدوء ونفكر سوا. لو أول مرة تشوفنا، ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. العين زي الكاميرا اللي بتنقل العالم للمخ، وهي عضو حساس جدا جوه محجر عظمي بيحميها، ومتغطية بطبقات رقيقة من الجفن والرموش. الجفن مش مجرد غطا، ده زي ستارة أو باب بيتقفل ويتفتح. لما بنغمض العين بتدخل في حالة راحة، الترطيب بيزيد والسطح بيتنضف من الغبار. فمن أولها كده الجفن معمول عشان يحمي. النوم محتاج هدوء وسكون، والعين من أكتر الحواس نشاط. تخيل إنك تكون نايم وعينك مفتوحة، هتفضل تاخد صور وإشارات ضوئية للمخ، والمخ مش هيعرف يرتاح. الجفن لما بيتقفل بيعمل حجب كامل تقريبا للضوء، يعني بيخلق ليل شخصي حتى لو الدنيا منورة. وده معناه إن غمضان العين أثناء النوم مش رفاهية، ده شرط أساسي علشان المخ يعرف يدخل في حالة نوم عميق. من ملايين السنين الإنسان زي باقي الكائنات عاش في بيئة مليانة مخاطر. النوم مع عين مفتوحة كان هيعرض العين للغبار والحشرات أو حتى الطيور الصغيرة. الجفن كأنه باب بيتقفل وقت الراحة، والدليل معظم الحيوانات اللي حوالينا بتنام مغمضة برضه. إحنا كبشر جسمنا بيتكون من عادات وإشارات. لما يجي الليل والضوء يقل، المخ يفرز مادة اسمها الميلاتونين اللي بتدي إحساس بالنعس. ولما نغمض عينينا بنبعت إشارة تانية للمخ: دلوقتي وقت النوم. يعني مش بس العين بتقفل علشان تحمي نفسها، لأ، كمان دي وسيلة الجسم يقول لنفسه يلا نرتاح. الغريب إن في نسبة صغيرة من الناس بتنام بعينيها نص مفتوحة. الناس دي ممكن يبان عليهم إنهم صاحيين، لكن في الحقيقة نايمين. الحالة دي ساعات بتكون وراثية أو بسبب ضعف بسيط في عضلة الجفن. الأحلام فيلم كامل بيشتغل في دماغنا وقت النوم، في مرحلة بتسمى النوم العميق. العين من جوه بتتحرك بسرعة كبيرة كأنها بتتفرج على مشهد، لكن الغمضان هنا ضروري لأنه بيحافظ على العين مبلولة وبيمنعها من التعرض للضوء الخارجي اللي ممكن يقطع الحلم. يعني لو العين مفتوحة، المخ هيتلخبط بين الصور اللي بره والأحداث اللي جوه. غمضان العين مش بس فعل جسدي، ده كمان له تأثير نفسي. لما تقفل عينك بتحس بالطمأنينة حتى وانت صاحي. لو قفلت عينك دقيقة هتحس إنك دخلت في عزلة صغيرة بعيدة عن الضوضاء. فطبيعي جدا إن النوم، اللي هو أكتر حاجة راحة وهدوء، يكون مرتبط بالغمضان. في بعض الحيوانات زي الدلافين بيناموا بعين واحدة مفتوحة وواحدة مقفولة علشان نص المخ يرتاح والنص التاني يفضل صاحي يراقب. بعض الطيور كمان بتعمل كده وهي واقفة أو طايرة. تخيل كده لو العين فضلت مفتوحة طول النوم، هتجف وتتحرق من قلة الترطيب. المخ هيستقبل إشارات ضوئية طول الوقت، والنوم مش هيبقى عميق. الجسم هيستنزف طاقة زيادة من غير فايدة. يعني ببساطة ما ينفعش ننام من غير ما نغمض. ومن هنا نقدر نفهم إن الغمضة مش حركة عشوائية، ده جزء من نظام كامل ربنا خلقه علشان يوازن بين الراحة والحماية والتجديد. بتساعد الجسم يصلح نفسه، والمخ يرتب أفكاره، والإنسان يرجع يصحى من جديد بطاقة تكمل يومه. اللي بيبان إنه فعل بسيط يومي، هو في الحقيقة واحد من أسرار الحياة. ومن غيره كنا هنعيش في فوضى حسية، من غير نوم ولا أحلام ولا راحة. وفي الآخر تفتكر إن غمض العين وإحنا نايمين حاجة بسيطة، لكن الحقيقة إنها سر كبير من أسرار جسمنا. حاجة ربنا خلقها علشان تحمينا وتريحنا وتخلينا نعيش حياة متوازنة بين اليقظة والراحة. ولو حابب تعرف أكتر عن الحاجات الغامضة والبسيطة اللي في حياتنا اليومية،
وتفهم جسمك وعالمك بشكل مختلف. ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد.